اهلا بكم. ماتش مودرن سبورت وبيراميدز، دور الرابع دوري نايل موسم 25-26. ماتش بعنوان فريق مجتهد ومتطور بيكسب بطل افريقيا. مودرن سبورت النهارده مع كابتن مجدي عبد العاطي لعب ماتش من الماتشات الجيده. فريق بيتطور جدا، الفريق عامل توليفه واضح انها في انسجام بين اللعيبه. حقيقه بعد الاربع ماتشات بتوع مودرن وخصوصا ماتش النهارده، مودرن بيلعب ميد بلوك، دفاع متقدم لنص الملعب. يمكن ده افضل فريق بيلعب النوع ده من الخطط. هو لعب النهارده 4-2 او 4-1 كان ده التشكيل اللي كان واضح. بالطريقه دي بيشل مفاتيح لعب اي فريق عندها نص ملعب قوي او هجوم قوي، زي اللي عملوا مع الاهلي وزي اللي عملوا النهارده مع بيراميدز. ده غير انه سهل كمان انه يلعب بدفاع متاخر. ليه؟ لان عنده 2 فرد باكات اقوياء جدا ومفيش تقريبا عيوب بيداروها. يعني الفريق مش محتاج يداري عيوب الدفاع بتاعه، فعشان كده بيلعب بدفاع متقدم. لا، بيلعب دفاع متقدم وبيلعب دفاع متاخر وبيلعب احيانا ضغط بطول الملعب. ده اللي بيخليني اقول انه ده فريق مجتهد وبيتطور. مودرن بيعتمد كتير على الكرات العرضيه والكرات الثابته. النهارده كورتين، كوره عرضيه من ناحيه علي فوزي من ناحيه اليمين، وكوره ضربه ركنيه بهدفين. ضربه ركنيه اتحقق من وراها ضربه جزاء بس هي كانت خطيره. التحولات الهجوميه السريعه اللي بتحصل من وسط ملعب مودرن واللي بيعملها بشكل قوي وجيد خطيره جدا على اي فريق. ودايما خط نص مودرن المتمثل في اللي انا ما زلت بقول ان هو من افضل لاعبي الدوري المصري الممتاز لحد دلوقتي، غنام محمد، واللعيب التاني شيكا. النهارده كانوا بيلعبوا الكور، مجرد ما بيستلموا الكوره ويقطعوها بيلعبوا الكوره ناحيه اليمين، ناحيه علي فوزي وناحيه مسعد. دايما الجمله دي يعني متكرره ونمط متكرر دايما. النهارده بصراحه بيراميدز كان بيطلع بالكوره لحد ما يوصل نص الملعب وبعدين ما عرفش يتحرك في الكوره ولا يعمل اي خطوره. يعني هو كانش بيقف، ما بيقدرش يكمل بعد كده، مش عارف هو هيعمل ايه. يوريجيتش عمل حركه، جاب الشيبي نزله نص الملعب في الشوط الاول تحديدا، عمل 4-5 كور مباشره ما بين الخطوط عشان يخترق دفاعات مودرن من النص وخاصه من الهاف سبيس. لكن يعني كان بيعمل الكوره دي سواء بكروسات او بكوره طوليه على الارض او حتى بكور لوب، كان بيعملها لمايلي وللكارتي. عمل اكتر من كوره بس ما نجحتش. في برضو طريقه كان بيعملها مايلي، كان بيدخل في نص دفاعات المودرن، كان بيسحب لاعب ناحيه الشمال اللي هو علي رزق، اللي هو محمود رزق، كان بيسحبه ناحيه الشمال عشان خاطر يفضي مكان اللي جاي من ورا اللي هو الكارتي لكابتن حسام حسن. عندنا مجموعه لعيبه كابتن في مودرن تنفع تلعب دوري او ينفع تجربها في تجمع. هل ممكن نشوف ده في المنتخب مصر؟ سؤال تاني، سؤال لشيبي. مش معقول انت لاعب دولي تعمل غلطتين بنفس الشكل بنفس الطريقه وتاخد انذارين وتطرد. طب في ماتش جاي مهم، يعني ماتشك الجاي ده بيتحدد عليه دوري. ده سؤالي. شابوه النهارده لايفرتون دا سيلفا، لاعب برازيلي من رايق، كورته سهله سلسه، ما بيتفزلكش بالكوره كتير ولا بيمشيش بالكوره كتير، 1 2 سريع، 1 3 سريع، لعيب ممتاز جدا. شابوه كريم حافظ. كريم حافظ نزل النهارده غير شكل الهجومي في الثلث الاخير لبيراميدز. كريم بصراحه انا بتابعه وحاسس انه
اداؤه بيتطور بشكل كبير. شابوه لسردباكات مودرن سبورت، رزق. شابوه لسردباكات مودرن، رزق وعلي الفيل. وشابوه لعلي فوزي، من افضل باكات مصر، افضل باك يمين في مصر، من افضل الباكات اللي شفتها صراحه. لعيب مجهوده كويس قوي، لعيب رجله مظبوطه، لعيب بيطلع بالكوره، وده المهم. شابوه غنام محمد. غنام محمد انا بتكلم عنه كتير، بس بصراحه هو لعيب ستايله مختلف، في شويه من تريكا كده. طبعا مفيش حد زي تريكا، بس هو في شويه من تريكا. لعيب مجتهد جدا، 28 سنه،